كلمتين وبس. في ظاهرة غريبة يلاحظها أي حد ماشي في الشارع. العمارات المبنية تلاقي فيها نشع واخد العمارة من أولها لآخرها في جنب من جوانبها. تستعجب، يتهيألك إن النشع ده صورة مرسومة بالزيت. صوروا الفنان واستخدم فيه لونين، اللون الأبيض واللون الأصفر اللي ضارب على بيج. ومرة الصورة الفنية دي تبقى بطشة حجمها متر، ومرة تانية يبقى حجمها مترين، ومرة تالتة يبقى حجمها 3 أمتار، حسب نشع المية وحسب بوظان المواسير. كل العمارات كده، حكومة أو قطاع خاص، شركة أو مؤسسة، بيت أو مصالح، كله في الهوا سوا، كله بيخر وكله مبطش وكله مبقع. طب النشع اللي بيبان على الحيطة ده سببه إن الصحي معمول مش مظبوط. تسأل، مش حاجة غريبة إن الصحي كله يبقى معمول مش مظبوط؟ يقول لك حاجة غريبة، بس مساواة، والمساواة في الظلم عدل. يعني في عدل، كل العمارات مبطشة ومبقعة، حتى العمارات الطويلة اللي على النيل مرسوم عليها النشع من أول دور للدور 20. مفيش حد أحسن من حد. طب ليه الصحي مش مظبوط في بلدنا؟ ليه؟ عشان ايه؟ ما تفهمش. طب فين الدقة القديمة اللي كان المصري مشهور بيها؟ فين الإتقان؟ فين الذمة؟ ما تفهمش كل ده راح فين؟ يا ترى يا هل ترى باش مع النشع ولا لسه فاضل؟ ما تفهمش. النشع ده يبان لوحة مرسومة كده ملوش خطر، لكن في الحقيقة مفيش حاجة توقع العمارة أكتر من النشع. النشع ده عبارة عن تسرب المية في جسم العمارة. العمارة مبنية من الطوب والإسمنت والحديد، كل ده يتأثر بالمية. يعني النشع ده ممكن يأثر على عمر المبنى وسلامته. بدل المبنى ما يعيش 70 سنة يعيش 40، بدل ما يعيش 40 يعيش 20. المية بتقصف عمر أي شيء. لو نقطة مية نزلت فوق صخرة باستمرار تخرم الصخرة. نفسنا نشوف طريقة في الصحي اللي بيتعمل كل شنكان اليومين دول. عيب قوي إن المصريين القدماء يبنوا الهرم يقوم يعيش 4000 سنة، وإحنا نبني العمارة من دول تقع بعد شهور. الهرم ده كان جبانة، كان مدفن. ازاي كانوا بيبنوا المدافن بالاتقان ده واحنا بنبني مساكن الاحياء بالاهمال ده؟ ليه مفيش مدارس للسباكة؟ ليه مفيش استعانة بالمواسير البلاستيك اللي بتعيش اكتر؟ ليه مفيش استعانة بالتقدم اللي حصل على فن السباكة عموما؟ ليه نبقى احنا بس اللي عايشين في القرون الوسطى بالنسبة لفن السباكة؟ كده احنا عايشين في خطر وفي مناظر مؤذية. عايزين نخلص بقى من الاتنين دول، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد افندي وقف على محطة الاتوبيس. بعد ربع ساعة وصل الاتوبيس، لكن سيد افندي ملحقش يركبه
كانت الشمس لسعته في دماغه. وصل الأتوبيس، على بال ما سيد أفندي اتحرك كان الأتوبيس مشي. رجع تاني سيد أفندي يقف في مكانه، حاول يشوف حتة ظل، قعد يدور على شجرة هنا ولا هناك. كانت أقرب شجرة بعيدة عنه. قال لنفسه لو وقفت تحت الشجرة اللي هناك دي مش هلحق الأتوبيس لما يجي. أنا كبرت وحركتي تقلت، أرجع تاني أقف في الشمس وأمري لله. رجع سيد أفندي يقف في الشمس تاني. الفانيلا بقت مية ودماغه سخنت وعرقت، بقى زي ما يكون وقع في بحر ولسه طالع دلوقت. سيد أفندي قاعد يفكر. هو فاكر إن الحكومة عملت مظلات في محطات الأتوبيس وعملت كراسي عشان الجمهور يقعد عليها. صحيح إن الكراسي ما كانتش كفاية، إنما كانت موجودة، وأي حد مريض أو كبير في السن أو مش قادر يقف في الشمس يقعد عليها. راحت فين المظلات؟ راحت فين؟ وراحت فين الكراسي؟ الكراسي اتكسرت والمظلات اختفت، أو فاضل منها جزء صغير قوي. مين اللي كسر الكراسي؟ الجمهور. الحكاية دي تلاقيها في حاجات كتير قوي، مش الكراسي وبس. تلاقي جنينة مثلا مزروعة وفيها شجر ورد، الناس تخش الجنينة وتطلع منها فإذا بالجنينة بقت خرابة. الخضرة اندهست والورد اتقطف والشجر الآخر مسلمش، نابوا من الحب جانب، واتحفرت عليه أسماء الزوار اللي دخلوا الجنينة. ليه إحساسنا بالمال العام ضعيف؟ مفروض نحافظ على محطة الأتوبيس، مفروض نحافظ على الجناين. المفروض نعمل كده لسبب بسيط، لأن المال العام ملك الناس كلها وبيستخدموه الناس كلهم وبينفعهم كلهم. مفروض نهتم بيه، ومفروض الحكومة تعمل الحاجات دي صيانة. مش كده ولا ايه؟ وغدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف